لو اللي حصل لمشاهير التيك توك ده هدف وزارة الداخلية الأساسي منه وقف حجم غسيل الأموال اللي بقى موجود في السوق المصري في السنين الأخيرة بشكل مرعب وغريب في مجالات كتير، مش في التيك توك بس، بسبب تجارات غير شرعية كتير بقت موجودة وظهرت في البلد زي تجارة الآثار والأعضاء والسلاح وتجارات غير شرعية كتير، ومحاسبة الناس دي على محتوياتهم اللي بيقدموها للشعب المصري وإفسادهم لقيم المجتمع والإسفاف اللي هم عمالين بيقدموه للناس. يبقوا لازم تبصوا لحاجات تانية كتير غير التيك توك. الأعمال الفنية اللي بتتقدم للمجتمع المصري في إطار مسلسلات وأفلام بتهضم قيم المجتمع، المجالات الفنية اللي بتظهر في شكل الغنى، كلمات الأغاني والتحريض فيها على الشراسة والفسق والفجور بتهضم قيم المجتمع. السوق الداخلي المصري في التجارة الداخلية في المواد الغذائية والمجال الطبي ومجال المقاولات في غسيل أموال كتير وفي حرق أسعار كتير وفي حاجات كتير بتحصل مش مفهومة للتجار الصغيرين اللي شبه حالاتنا. ما احناش عارفين نعيش في البلد ولا عارفين نتاجر لدرجة اللي احنا عايزين نسيب البلد ونسافر ونضحي ان احنا نسيب عيالنا واهالينا عشان خاطر مش عارفين نعيش غصب عننا. نفسنا نعيش بس احجامنا مش عارفة تعيشنا في البلد بسبب اللي احنا عايزين نمشي بما يرضي الله. يا حكومة كتر ألف خيرك، بص لبقية المجالات والله يكون في عونكم على حجم الفساد الرهيب وأمخاخ الناس الرهيبة اللي بقت موجودة في البلد. الله يكون في عونكم، بس يبقى كتر ألف خيركم لو بصيتوا لمجالات تانية كتير. عاوزين نعيش.